شمس عبد الله كان بيسأل بيقول لو في عندي جزء فلات سلاب وجزء سوليد سلاب عادي مفيش مشكلة. هوصل جزء 14 سم وجزء 20 سم. الجزء الفلات سلاب مش هوصل فيه الكاميرات ماشي، والجزء السوليد سلاب هوصل فيه الكاميرات. الكاميرات المتلاقية مع الفلات سلاب عايز اعمل لها ريليز عشان ما يطلعش عليها مومنت في النهاية. هو طبعا المومنت ده غالبا يعني تعالى ناخد مثال كده اعمله لكم بسرعة. نيجي نقول له فايل نيو موديل. نعم حاضر. ريكتانجل والتيك كل الكلام ده في الديزاين، لكن احنا في الاناليسيس بندخل الكاميرا ريكتانجولار سيكشن والسلاب. فالكاميرا مع السلاب هي عباره عن تي سيكشن. الكلام يطلع بره يا جماعه. فين هاي؟ ريكتانجولار دايما. طيب تعالوا نشوف مع بعض. هنيجي ندخل 4 باكيات في الاكس مثلا بمسافه 6 متر مفيش اي مشكله خالص. وهنيجي هنا 4 جريد، لا خليها 5 جريد احسن. وهنا كده 4 جريد مفيش مشكله، وفي الزد 1. اوكي هنقفل واحد فيهم. ندخل من قائمه ديفاين سيكشن فريم سيكشن. هنضيف قطاع جديد كونكريت ريكتانجولار بيم 60 في 25. اوكي اوكي. اريا سيكشن سلاب 14 ندخل دي 0.14. ونيجي نقول له سلاب 20 0.2.2. اوكي. هنيجي نوصف الفريمز بتاعتنا. ده الجزء السوليد. ماشي. هنيجي نجيب الاريا سلاب 14 سلاب 20 يبقى احنا كده وصفنا ايه؟ وصفنا كل البلاطات السمك بتاعها. هنفترض ان عندنا كل دي عمدان. نعم حبيبي مين؟ ما فيش. هنفترض ان مفيش، يعني مش متاح، مش مسموح ليا ان انا اعمل ميرجنال بيم بره. لو متاح ليا اعمل فريم اليمنت بره مفيش مشكله خالص. لكن هنفترض ان هم عايزين الحته دي فلات من غير ميرجنال بيم عادي خالص. حاجه حمل بلاط السقف بتاعتنا من قائمه assign area loads uniform. هنوصف 25 40 4 اللي هي 0.4 يعني كفر ولايف لود. اوكي. هنيجي نختار كل السقف وإيديت اريا edit area divide. هنقول له maximum size 0.5. اوكي. السلام عليكم. ازيك يا سخان؟ ازيك يا حبيبي؟ انا كنت بره.
اي وقت يعجبك، مفيش مشكله. حتى العشاء لو في قيام، لا تصلي معايا العشاء مفيش مشكله، على متحدى الرؤيه يكون قعدنا مع بعض مفيش مشكله. مش حبيبي ان شاء الله هنصلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ماشي يا جماعه، هنحفظ المساله solid flat. اوكي run طبعا نوقف افضل الموديل. بس الموديل ده بتاع دايناميك مالناش دعوه بيه دلوقتي. ادي ديفورميت شيب، طبعا واضح ان الجزء ده الديفليكشن فيه قليل، الجزء ده الديفليكشن فيه ايه؟ كبير، مفيش اي مشكله خالص. تعال نشوف المومنت على الكاميرات. M33 تعال نوقف نخفي الاريا. كلام كويس. واضح ان الكاميرات دي فيها نيجاتيف مومنت هنا، صح يا جماعه؟ طبعا النيجاتيف مومنت ده مينلي مش جاي من السلابه اللي جنبها، مينلي جاي زي ما قلت من التورشن بتاع الكاميرا العموديه عليه. فيجوز ان انا اعمل ريليز لهذه الكاميرات في النهايه علشان ما تشيلش مومنت، مش اي مشكله خالص. يعني ممكن انا اروح جاي فاتح القفل كده وابص في الاكس واي واختار الكاميرات دي. اختارها منين؟ خدوا بالكم معايا، هنيجي نعمل كده، راح جاي مختار لي الكاميرات دي. فانا اختار لي الكاميرات واختار لي نقط، مش مشكله ما دام هدخل في قائمه اساين فريم، فمش هياخد غير الفريم بس، واعمل له ريليز للمومنت في النهايه. ريليز مومنت في النهايه، بس افتكر ان الراجل ده كنا راسمينه العكس. حد متذكر؟ فلذلك هدخل على قائمه اساين فريم ريليز، الغي النهايه واخليها في البدايه. نعمل ران. طبعا ممكن نلغي البدايه والنهايه بحيث وكمان من الناحيه الثانيه مش شايل تورشن. تعال نبص في ال 3 دي كده، ولسه الراجل بيحل. ماشي يا جماعه؟ ماشي ونسين؟ نعم. الايه؟ بس اصل هو الحديد زي العبر بالحديد، غالبا الحديد الكاميرا دي ما بتدخلش في الكاميرا دي، هي ما هياش فور ريجيد. الكلام ده لو هي سبيس فريم والحديد داخل في الحديد فدي فور ريجيد، فالفور ريجيد دي بينتج عنها ان هي تحمل تورشن من ده لده. معايا؟ لكن نازل الحديد مش داخل في الغالب ما بتشيلش تورشن. طبعا في ملحوظه غريبه ممكن بعض الناس تلحظها، في هنا شويه نيجاتيف مومنت كده صغيرين، شايفينهم؟ ماشي؟ جاي من هنا النيجاتيف مومنت ده؟ من البلاطه. انا عندي بلاطه 20 سم الناحيه دي، فلات سلاب تقيله، جنبها بلاطه خفيفه، فطبعا الديفليكشن في البلاطه الفلات سلاب طلعت اكتر من مين؟ السوليد سلاب. فالبلاطه هنا لما ضغطت رفعت جزء من البلاطه من الناحيه دي، رفعت جزء من البلاطه من الناحيه دي، فرفعت معاها الكاميرا فتولد عليها نيجاتيف مومنت لفوق صغير. نعم؟ الغي ليه يا حبيبي؟ ما ده هيحصل اصلا. هو زي ما لغينا كده المومنت في النهايه التورشن والكلام ده، نلغي كل حاجه في السقف. مش يا جماعه الغي لو ايه؟
طب وليه مش هيكونوا مع بعض؟ في الحقيقه في الطبيعه، يعني انت لما تيجي تسلح هتحط الحديد بتاع الفلات سلاب تمد في السوليد سلاب ولا مش هيتمد؟ هيتمد طبعا. هروح جاي واخد الحديد بتاع السوليد سلاب واروح ناهيه على اول الكاميرا اللي بينهم وحديد الفلات سلاب وهنا على الكاميرا، ولا بمدهم مع بعض؟ بمدهم. ماشي؟ يعني هي الفكره كلها ان اي حاجه بنعملها في الموديل لازم يكون ليها اساس علمي في الطبيعه. مادات الحديد اللي بيسموهم متحدين مع بعض، لا قطعت الحديد يبقى افصل ما بينهم. وصلت؟ ايه؟ ما حررتش حاجه في البلاطه، ما حررتش مومنت. في البلاطه ما حررتش مومنت. انا حررت المومنت بتاع الكاميرات مش عشان الفلات سلاب، عشان الكاميرا العموديه عليها اللي هي شايله معاها تورشن في الحقيقه في الطبيعه هي مش شغاله فلات، مش شغاله سبيس فريم، عشان الحديد هنا ما بيدخلش في الحديد هنا. وصلت؟ كلها مفيش مشكله، بس ده بقى مشكله لو ان في كاميرا اصلا فيها تورشن. يعني السقف عندك في كاميرا فيها تورشن فيطلع لك عن الستابيليتي، لكن انا بفضل ان انا اجي على الحاجه اللي انا عارفها. انا عارف ان الكاميرا دي في نهايتها مش هتشيل مومنت. ليه يا عم الحاج؟ علشان الكاميرا العموديه عليها ما هياش فيكسد فيه معايا، فاروح محرر المومنت. يعني انا بعمل الحاجه اللوجيك اللي انا عارف لها اساس ايه. لا مفيش تحريم مطلق. ايه؟ لا التورشن عموما بيجي في اي كاميرا. يعني مثلا الكاميرا اهي متعامل معاها كاميرا كده، الكاميرا دي حصل ليها بين وانت يا باشمهندس اللي بتضحك وبتتكلم. الكاميرا دي حصل لها ديفليكشن كده صح؟ لو هي فور ريجيد مع الراجل ده هتعمل ايه؟ تروح واخدها ملففاها معاها كده، ملففاها معاها كده يبقى اسمه ايه؟ اسمه تورشن صح؟ لكن في الطبيعه ممكن يكون تورشن ان الكاميرا ماشيه وفي هنا منور وفي هنا بلاطه سقف، بلاطه السقف نازله من الناحيه دي ودي مش نازله، عندي بلاطه سقف ثقيله بلاطه سقف خفيفه عامله تورشن. يعني فمش على اطلاق ان انا اقول الغي التورشن واريح مخي، لا مش مظبوط. واضح يا شمسين؟ طيب النهارده احنا هناخد الباشمهندس كان بيسالني في البلاطه نعم بقول لكم على حاجه. هو السما ما بيدخلوش، بنحسب له ايكويفالنت اريا وبندخله جنرال سيكشن. الباشمهندس بس الاول كان بيسال على بلاطه لو مستويين، قلتها دي المره اللي فاتت. لو عندي بلاطه يا جماعه مستويين اعملها لكم بسرعه. سيف تعال على نفس البلاطه اللي عندنا دي. هنفترض ان البلاطه دي 2 ليفلز مستويين. السوليد سلاب اعلى من الفلات سلاب ب 40 سم. السوليد سلاب اعلى من الفلات سلاب بكام؟ ب 40 سم. عادي خالص. اقول بسم الله، هاجي اخد الجزء ده، ركز معايا بقى. في عندنا حاجه اسمها موف من قائمه اديت موف، يحرك. ممكن نروح واخدين البلاطه دي ونرفعها لفوق ايه 40 سم، ولكن ده حل مش كويس لان البلاطايه الاخيره في الفلاش سلاب هتبوظ. يعني بص اجي اعمل له موف دلتا زد، قول 50 سم 0.5 دلتا زد. بص كده في 3 دايمنشن دي فوق دي تحت ايه، بس تعال نبص كده حد متخيل البلاطه اللي في النص ايه اللي حصل لها؟ بقت نازله مشطوفه صح؟ ليه يا جماعه؟ لانك عندك بلاطه فيها 4 نقط، انت خدت النقطتين دول وطلعتهم لفوق، النقطتين دول ما طلعوش معايا؟ فده حل مش ظريف الموف ده. فما الحل الظريف ان انا اعمل ايه؟
هاجي اخد الكاميرا دي كده، البلاطه دي بالكاميرات بتاعتها، واديت اكسترود ريبليكيت اسف، وهعمل نسخه واحده في دلتا زد بوينت 5. يبقى انا خدت عملت نسخه ثانيه فوقيها 50 سم. يعني بصيت دلوقتي هلاقي في بلاطتين فوق بعض، صح ولا مش صح؟ متخيلين؟ في بلاطتين فوق بعض هنا يا جماعه، وكاميرتين فوق بعض. طيب كلام جميل. هنيجي هنا في الليفل 0 ده، وهاخد البلاطات والكاميرات دي واعمل لهم ديليت. خد بالكم، مش عارف انتوا عارفين الفرق بين كروسنج وويندو اللي في الاوتوكاد ولا مش عارفينها؟ في فرق كبير بين ان انا اختار العناصر من الشمال لليمين او من اليمين للشمال. لو اخترتها شمال يمين ياخد العناصر التي تقع باكملها داخل الاطار، لكن لو اخترت شمال يمين شمال ياخد اي حاجه تمسها. يعني بص لما جيت عملت هنا، بص شوف انا واقف فين، واقف في نص البلاطه الاخيره، ما اختارهاش عشان شغال شمال يمين. لكن تعالى نشتغل كده يمين شمال، بص بص خدها ديليت وما مسحتش الكاميرا اللي بينهم. يبقى دلوقتي بقى انا عملت ريبليكيت عشان يبقى عندي بلاطتين في مستويين مختلفين من غير ما يكون في حاجه بايظه. طب كلام حلو وظريف. هندخل من قائمه ديفاين فريم سيكشنز، هنعرف قطاع جديد ريكتانجولار هنسميه بيم 12.5 او 125 مللي، هنخليه 60 سم زي ما هو، بس في 12.5 سم، يعني نص كاميرا، نص كاميرا طوليه. حلو قوي. هاجي في الاكس واي واختار الكاميرا دي واعمل لها اساين للقطاع من قائمه اساين فريم سيكشن، اديله 125. ولسه الكاميرا اللي فوقيها هجيبها ازاي؟ الكاميرا اللي فوقيها قدامك خيارين، فيو سيت تو دي فيو اكس واي ات زد بوينت 5. بص في نقطه هنا اهي، في نقطه فوق هنا اهي. انا عايز ابص فين يا جماعه؟ عند اللي فوق اهو، طلعت فوق. ده حتى شوف كان في بلاطه اتاخدت زياده، مفيش مانع نختارها كده، نعمل لها ديليت. حاجه اختار الكاميرا الظريفه دي واخصصها اساين فريم سيكشن 125. بقى كده في عندي كاميرتين فوق بعض، كل واحده فيهم نص العرض مش نص الدبس، خد بالك. طيب هنحفظ المساله بتاعتنا. سيف از هنسميها ليفل ديفرنس. هنحل تعالى بقى نشوف اللي يهمني في القصه دي، ان المومنت في الكاميرات. لو بصينا على الكاميرا الظريفه دي، ودي عادي ممكن نجيبها من قائمه فيو سيت 3 دي فيو لو تفتكروا 180، ونخلي ده بزيرو. دول الكاميرتين اللي هنتكلم عليهم، واحده فوق وواحده تحت، صح يا جماعه؟ بس هي في الحقيقه كاميرا واحده مش كاميرا واحده. هنجمع العازمين مع بعض، نجمع الرياكشنز مع بعض، ونصمم زد سيكشن. لا انت مش قايل زد سيكشن هنا يا عم الحاج، ده انت قايل ريكتانجولار سيكشن. اي ما هو ريكتانجولار سيكشن مع البلاطه اللي فوق مع البلاطه اللي تحت تجيب لي زد سيكشن. وصلت؟ ماشي ونسيب. باشمهندس اللي كان بيسأل على قطاع الكومبوزيت، في من قائمة ديفاين فريم سيكشن
في عندنا في الاد في الاذر حاجه اسمها جنرال سيكشن. جنرال سيكشن دي بتكون انت حاسب بره البروبرتيز بتاع القطاع بتاعك. قطاع مثلا كومبوزيت، اي قطاع شكله غريب مش موجود في الساب بتاخده بره تحسب له البروبرتيز بتاعته، الاريا كروس سكشنال اريا والتورشنال كونستانت واي اكس اي واي، كل الكلام الظريف اللي انت عارفه ده بتحسبه وتدخله له هنا في الجنرال سيكشن. ماشي يا باشمهندس؟ طيب اليوم قد اجتمعنا لنتحدث عن موضوع جديد اللي هو البلاطات الدائرية، بليدز. احنا خدنا المرة اللي فاتت البلاطات المستطيلة سواء كانت سوليد او فلات. عايزين نشوف لو عندنا بلاطات دائرية. يعني ايه بلاطات دائرية؟ مثلا عندك خزان مية، قاعدة خزان المية، بنعمل كافتيريا مثلا ولا حاجة وعايزين نعمل السقف دائري، البلاطة المستطيلة نعملها دائري عادي خالص، بنشتغلها زي الكاميرا العادية، البلاطة العادية، فايل نيو موديل جريد اونلي. بس اقف بقى هنا، انا في البلاطة المستطيلة ما بينفعش اشتغل بكارتيزيان جريد، بشتغل بسلندريكال جريد. يعني المحاور هنا مش هتبقى في اكس وواي، المحاور هنا هتبقى فيها يا جماعه في الار والثيتا، راديال اشعه كده طالعه من المركز وتنجينشال. كلام كويس يا جماعه؟ هنفترض ان بلاطه السقف اللي عندنا اللي احنا عايزين نعملها دي عباره عن بلاطه نص قطرها 4 متر، بلاطه نص قطرها 4 متر عادي. هنيجي بقى في السلندريكال وركز معايا. طبعا في الزد عايزين 1، في الراديال احنا قلنا نص قطر 4 متر، فاحنا عايزين 5 جريدات، كل جريد بمتر. عايزين 5 مسافات. نفترض ان 4 نص قطر 4 متر ده هنقسمه 4 مسافات، كل متر مسافه، ف4 مسافات ب5 خطوط جريد. طيب في التانجنشيال او في اللي هو الراديال بقى، انا عندي يا جماعه لو خدنا بالنا هنلاقي انك انت عندك 360 درجه الزاويه المركزيه، 360 درجه الزاويه المركزيه. فانا لو عايز زاويه مركزيه كامله فممكن اجي اقول له عايز 12 بزاويه 30، او لو عايز دقه اعلى عايز 36 بزاويه 10، بحيث يبقى حاصل ضربهم يساوي 360 درجه. مش سامع؟ لا مش لازم. مش فاهم حضرتك. يعني انا لو كتبت دي كده 5 ما عملش حاجه، لكن ممكن تكون مش عايز دايره كامله. يعني ممكن يكون عندي بلاطه سقف نص دايره، 3/4 دايره معايا، لكن احنا لو السقف بتاعنا دايره كامله هنعوز كده. تعال نقول اوكي، ادي اللي الراجل جابه يا جماعه. متخيلين شكل الجريد؟ شايفينه على المنظور عامل ازاي؟ جريد في الراديال وجريد في التانجنشال. طبعا بسهوله جدا ويسر ندخل من قائمه ديفاين سيكشن اريا سيكشن اد نيو سيكشن سلاب السلام عليكم. ايوه اهلا وسهلا. اتفضل من صفر يبقى انت ما امتحنتش. طيب يا حبيبي اتصل بيا كمان ساعتين. خلاص يا حبيبي اتصل بيا كمان ساعتين. اتصل بيا كمان ساعتين.
هيكون قدامي الكشوف. انت مش ماضي؟ طيب مضيت ولا ما مضيتش؟ طيب خلاص مفيش مشكله. بص اشوف ماشي. هنفترض ان بلاطه السقف دي 25 سم. اوكي، خد بالك بقى، ممكن تكون بلاطه السقف دي with marginal beam وwithout، مش واضح. يعني ممكن يكون في بيم بره وما فيش. هنفترض ان في بيم بره، يبقى لازم اخش هنا من قائمه define frame section ونوصف قطاع جديد اسمه بيم. ستين في 25. اوكي، طبعا ممكن نعيش عيشة حلوة، نجيب بيم وبنقعد بقى بص تريك 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 تريك. لا ده لسه هيبقى حالين، شوف بالك، والاريا كمان بقى. لازم نعمل زوم الاول. هنجيب اريا كويك اريا والباقي. طب وليه اذل نفسي؟ انا هعمل تراك واحد واقول له كرر لي. ازاي يكرر بقى؟ احنا خدنا قبل كده ريبليكيت كان بيكرر في الاكس والواي والزد. لا ده انا ممكن اجي اختار دول كده ومن قائمه اديت ريبليكيت راديال. انت عايز تلف حوالين محور مين؟ محور زد. عند اكس وواي بكام؟ بزيرو. ما هو ممكن يكون عايز يلف حوالين محور يوازي الزد على بعد مسافه كذا، لكن في مسالتنا انا بلف حوالين مين يا جماعه؟ حوالين الزيرو والزيرو محور زد. عايز كام حته؟ عايز 35 بزاويه كام؟ 10. ليه 35؟ هما كانوا 36، انا عملت واحد يبقى باقي 35. اوكي، لو خرجتهم اكتر من واحد اصلا ايه؟ هيطنشوا. ادي المنظر الجميل بتاع السقف بتاعنا. يبقى احنا اول حاجه عملنا جريد بس راديال، ما عملناهاش ريكتانجل، وعملنا سيكتور واحد، وعن طريق امر ريبليكيت بالراديال كملنا بقيه المسائل. طيب بسهوله ويسر هنيجي ناخد النقطه دي ودي 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 وندخلهم هنجز. في بس ملحوظه مهمه لازم تاخد بالك منها. تعال نبص كده في ال3 دايمنشن ونشوف اللوكال اكسس بتاعه الاريا. ركز معايا في الحته دي. اشوف اللوكال اكسس بتاعت مين؟ الاريا. هنلاحظ ملحوظه مهمه. ادي المحاور بتاعتنا 1 2 3. محور 3 اللي هو اللبني نازل لتحت، شايفينه؟ شايفين محور 3 اللي نازل لتحت يا جماعه؟ طب ينفع ايه مشكلته؟ مشكله كبيره جدا. لما تيجي ترسم البند مومنت في النهايه هيطلع لك المومنت الموجب فوق والسالب تحت. هو احنا بنرسم البند مومنت بنرسمه طبعا للوكال اكسس ولا الجلوبال اكسس؟ مومنت يا جماعه لوكال. مومنت وشير وبندنج لوكال، صح ولا مش صح؟ يبقى انا هرسم طبعا للوكال. طب عنده دلوقتي اللوكال فوق ولا تحت؟ اللوكال نازل لتحت، يبقى اللي اسمه تحت بالنسبه له هو اللي فوق. طب في حل للخروج من هذا المأزق؟ سهل جدا. كنترول ايه، اساين اريا ريفيرس لوكال 3. ريفيرس لوكال 3.
اوكي طلع لفوق. جميل. يبقى ادي اول خطوه عندنا عملناها تعديل، ان احنا جبنا الايه المحور 3 يطلع لفوق عشان البند مومنت مظبوط. لاحظ معي ايها الملاحظ ان محور اكس او محور واحد الاحمر في الاتجاه الراديال صح، ومحور 2 الاخضر في اتجاه التانجنشال. بيفيدنا في ايه الكلام ده؟ لما اجي اطلع البند مومنت في النهايه اطلع M11 راديال يوضع له حديد في اتجاه الراديال، اما M22 في اتجاه التانجنشال يوضع له حديد في اتجاه التانجنشال. واصله؟ بتتسلح اشعه طالعه كده وحديد دائري في اتجاه التانجنشال. ماشي يا جماعه؟ طيب هنيجي نحمل بلاطه السقف عادي زي ما اتعودنا، نلغي اللوكال اكس مفيش مشكله. طبعا لما اجي الغي اللوكال اكس ما اختفاش، هضغط على ايه؟ على انديفورمد شيب يقوم يعدل لي كل حاجه. هنيجي هنا يا جماعه زي ما بقول لحضراتكم هنختار السقف كله، ومن قائمه assign area loads uniform 4 اوكي كنترول A edit area divide area maximum size 0.5. هنشوف اشكال عجيبه شويه من التقسيمات. طبعا التقسيم اللي هو قسمه ده تقسيم غير مظبوط الا ان يكون بيراعيه في الحل. شايفين الحل عامل ازاي؟ عنصرين عنصر. واضح يا جماعه؟ بالظبط. فلذلك هنلغي التقسيم بتاعه الاوتوماتيكي، واجي اختار انا كنترول A واديت ديفايد اريا، اقول له قسمهم لي 2 في 2. ماشي ونسيب كده مظبوط وتقسيمات صح. هنحفظ السقف بتاعنا سيركولار 1 اوكي. هنحل ادي البن مومنت وادي الديفورميت شيب. تعال نشوف الديفورميت شيب الاول. طيب هنشوف مع بعض المومنت على الكاميرات وهنشوف المومنت على البلاطات. لما نيجي نشوف المومنت على الكاميرا هنلاقي زي ما احنا متعودين مومنت نيجاتيف فوق العمود وبوزيتيف في البحر. بنصمم قطاع من هنا وقطاع من هنا، وزي ما حضراتكم عارفين واللي عارف لا يعرف ان الكاميرات الدائريه لا يكسح فيها. الكاميرات الدائريه لا يكسح فيها. المشي حديد سفلي ونزود في نص البحر ونحط حديد علوي في يعني مثلا عندي محتاج في نص البحر 12 سيخ، مش بمشي 12 سيخ طول تحت كله بالظبط. ماشي يا جماعه اشتغل. ناخد كل حاجه ان شاء الله.
طيب هنخلص المثال ده وناخد كمان مثال ظريف. بص معايا، تعالوا نشوف الديفورميت شيب، نكبره شويه. تقدر تجيب ديفليكشن في النص طالع 3 مللي او 4 مللي. طيب تعالوا نشوف مع بعض المومنت على الكاميرات M33. مش شايفين حاجه، يبقى نخفي مين؟ بلاط السقف. ادي المومنت اهو، بوزيتيف طبعا كتير في النص والنيجاتيف يعني قليل. ببدا اسلح الكاميرات دي، قطاع البوزيتيف وقطاع النيجاتيف، وابدا اسلح. طب تعالى نشوف بقى المومنت على البلاطات. عشان اظهر المومنت على البلاطات لازم اظهر البلاطه الاول، والا ما ينفعش اشوف مومنت على حاجه انا مش شايف. هنروح جايين مختارين شيلز ونقول له M11، ده اللي هو الراديال. متخيلين يا جماعه؟ متخيلين يا باشمهندسين؟ تعالى نخفي الحدود. ايدجز فين؟ شو ايدجز الغيها. ماشي يا جماعه؟ ده المومنت على الراديال، ده المومنت على الراديال كده وكده. واحد يقول لي قال لا، مش المفروض ان المومنت يكون كده زي كده زي كده؟ اقول لك لا، النقطه دي الديفليكشن فيها بزيرو ودي الديفليكشن فيها بزيرو، لكن هنا الديفليكشن فيه ديفليكشن، صح ولا مش صح؟ فالقطاع ده غير القطاع ده. واضحه؟ ما انت تيجي يا باشمهندس تحط حديد في اتجاه الراديال، في الاتجاه ده ماشي. فانت تيجي سيادتك هتلاقي ان المومنت هنا كده هو مقداره 21. مظبوط يا باشمهندس؟ يبقى الحته دي هحط فيها حديد راديال يغطي ال 21 او ال 22. هقول لك بس. وعند السبورت عندي هتبقى فلات سلاب، هتبقى رقتين. دي تبقى فلات سلاب وهتبقى رقتين 50 سم. هنا تيجي هنا هتلاقي المومنت هنا بالنيجاتيف، يبقى لازم هنا احط شوك. ماشي يا جماعه؟ اما الحتت دي هتلاقي المومنت فيها بوزيتيف اللي هي داخله على الكاميرات، يبقى ممكن اجي عند المنطقه اللي هي عند العمدان واحط الحديد عند، اكثف الحديد النيجاتيف في الشبكه اللي عندنا، اكثف الحديد النيجاتيف في الشبكه اللي عندنا. وفي الحته اللي في النص دي هعوز ان انا اكثف الحديد البوزيتيف اللي تحت عندنا. اللي عندنا 4 بس، 4 عمدان بس، دول 4 عمدان بس. يعني السقف بيحمل على الكاميرا والكاميرا بتحمل على العمدان. طبعا الكاميرات اللي احنا علينا دي كاميرات ضعيفه جدا. يعني انت حد فيكم متخيل الاسبان ده المفروض يطلع كام؟ لا الاسبان ده ايه؟ يبقى 2 طهنق، 2 طهنق على 4، يبقى باي على 2 في الار، يعني في حدود دي كانت 4 متر، هتطلع لك حدود 3 متر ونص ولا حاجه. فالشاهد هو طبعا الكاميرا دي يعني ضعيفه على 25 في 60 عشان عليها تورشن، هيطلع عليها تورشن الكاميرا دي، اوريهولك دلوقتي. تعالى بس نشوف المومنت في اتجاه التنجنشال، هنلاقيه ضعيف خالص. مومنت اهو يا جماعه ضعيف غلبان. تقدر تحط الحديد يا باشمهندس في اتجاه التنجنشال. طبعا الجزء اللي جنب الكاميرا ده المومنت عليه نيجاتيف، اللي هو الاصفر ده نيجاتيف، فمحتاج لما تيجي ترص الحديد العلوي اللي في اتجاه التنجنشال تيجي عند الكاميرات كده تحط الحديد فوق. وان كان طبعا هنا تبقى شبكه وفي الغالب تبقى متوفيه، مفيش اي مشكله فيها. زي ما قلت الكاميرات دي هيبقى عليها تورشن. تعال نشوف كده التورشن. ادي التورشن اللي عندك. واحد يقول لي الكاميرات متقطعه كده ليه؟ ايه ام تورشن العجيب ده؟ ما اصل التورشن بيجي على الكاميرات منين؟ من البلاط. صح ولا مش صح؟
التورشن بيجي على الكاميرات من البلاطه، فنقط تلاقي الكاميرات مع البلاطه هي دي اللي بتحدد لك التورشن، كانها كونسنتريتد تورشنال مومنت، كونسنتريتد تورشنال مومنت. فهم يعمل لك دروب في التورشنال مومنت كل شويه. فنسيت طبعا بيهمني جدا القيمه، يهمني جدا القيمه بتاعتنا، وابدا اصمم عليها. طبعا القيمه طلع صغيره 6 وي ولا حاجه، فقيمه بسيطه هتلاقيها كم كانات، الكانات العاديه هتوفي. كلام واضح؟ طب تخيلوا بقى لو عندنا سقف في جزء جزء ريكتانجولار وجزء دائري، اتصرف فيه ازاي؟ وليكن يا جماعة عندنا سقف عامل كده، حد متخيل معايا الموقف؟ ناس مش متخيل الموقف. دي سقف، هنفترض ان في عندنا عمدان كده، دي أماكن العمدان. هنفترض ان نص قطر البلكونه دي 2 متر، بلكونه محترمه يعني. وهنفترض مسافه بين العمدان وبعضها 8 متر. كلام كويس؟ كلام جميل. إبراد السقف هنقدر نعملها، مفيش أي مشكلة خالص فيها. إزاي بقى؟ هنيجي نقول بسم الله فاين نيو موديل جريد اونلي. افتكر معايا بقى، افتكر معايا، أنا عندي مسافة 8 متر و8 متر وشيل منها 2 متر، يعني لازم يكون في عندي خط جريد هنا وهنا وهنا وهنا، يبقى عايز 8 6 2. صح ولا مش صح؟ عايز خط جريد 8 6 2. يبقى هاجي هنا اقول له انا عايز 4 وهنا 4 وهنا 1 باي مسافات، مش مشكله. اوكي، هنقفل واحده فيهم، هندخل من قائمه ديفاين كوردينيت سيستم سلاش جريد وديفاي سبيسنج 8 6 2. وفي الواي نفس القصه، عايزين 8 6 2.
اوكي. عن طريق كويك نفترض ان هي فلات سلاب كلها، ندخل من قائمه ديفاين سيكشن بروبرتيز اريا سيكشنز اد، هنخليها سلاب 25 طبعا 8 متر مع 2 متر طاير في الهواء فهتبقى ظريفه يعني، فخليناها سلاب 25 وهنجيب كويك اريا ونروح جاي حاطين هنا وهنا. حلو. فين بقى الجزء الدائري؟ لسه ما عملناهوش، هنعمله دلوقتي ان شاء الله. نوصف العمدان. حاضر. يبقى ادي عمداننا كلها هي موجوده. عايز بقى احط الجزء الهون، عايزين نحط جزء دائري. ركز بقى في الخطوه الغريبه اللي هتتعمل دلوقتي. مش هقول له فاين نيو موديل، هدخل من قائمه ديفاين كوردينيت سيستم سلاش جريدز اللي كنا دايما بندخلها عشان ندوس على موديفاي، صح ولا مش صح؟ مش كده؟ هنيجي نقول له اد نيو سيستم. اصل انا خد بالك انا هشتغل نظامين للاحداثيات، واحد ريكتانجولر للجزء المستطيل وواحد راديال سلندريكال للجزء الدائري. فهقول له اد نيو سيستم، اد نيو سيستم ماشي 2D اوريجين لوكيشن. الاوريجين بتاع السيستم الجديد انت عايزه مع الاوريجين بتاع القديم ولا عايز الاوريجين بتاع السيستم الجديد عند ال 16 وال 16؟ من 16 ده الرياضه الجديده دي. بص يا باشمهندس، انا الاوريجين الجديد عايزه هنا اهو، الاوريجين الجديد عايزه هنا اهو في الكورنر اللي فوق ده. احداثيته ام كورنر الاصلي 16 و16. وخد بالك ان في حاجه اسمها روتيشن بس مش هدخل فيها دلوقتي، هكلمك عليها كمان شويه. اوكي جميل جدا. فين بقى الراديال؟ ماشي، دخلنا على كويك ستارت. كويك ستارت نقول له عايزينه سلندريكال، عايزين خطين جريد بمسافة 2 متر، عايزين 10 درجات 27 واحدة بس، وعايزين في الجريد واحد. تاني يا جماعة، أنا عايز خطين جريد بمسافة 2 متر، هعملها كلها حتة واحدة، الحاجة في نفس يعقوب. وهعمل كمان في الراديال مش عايز دايره كامله، عايز 3/4 دايره. فقلت له 10 درجات، هات لي لو سمحت 27 واحده. اوكي، الراجل حطهم. ادي المنظر، هو شايف المنظر ده؟ المنظر اللي انا عايزه ده ولا مش هو؟ مش هو. لا، ما هو صح بس عايز يلف سالب 90 درجه. وهي دي الحته اللي انا قلت عليها. قلت في حاجه اسمها روتيشن، صح ولا مش صح؟ الروتيشن دي عشان الفها. انتوا عارفين ساعات يجي لك بيت جزئين، بيت عامل كده ومحروف كده، صح ولا مش صح؟ الاثنين ريكتانجولر بس ده محاوره رأسية وأفقية وده محاوره مايلة كده وعمودية عليها كده، فهتزل فيها لو قعدت عملتها بنفس النظام. فالحال ان انا بعمل الجزء ده كوردينيت سيستم خاص بيه وللجزء ده كوردينيت سيستم خاص بيه، بس اهم حاجة تظبط التلاقي بتاع الاثنين مع بعض. اهم حاجة تظبط ايه يا جماعة؟ التلاقي بتاع الاثنين مع بعض.
فاللي هيحصل، خد بالك معايا يا باشمهندس، اللي هيحصل دلوقتي ان انا الثلاث ارباع دايره اللي جابها لي عامله كده، انا عايز الففها سالب 90 درجه حوالين محور زد العمودي عشان تبقى ثلاث ارباع درجه، مش بدايتها من الزيرو، بدايتها من السالب 90. فهعمل سالب 90 بحيث يظبط لي الجريد بتاعتي. وان كان ممكن واحد يكبر دماغه ويعمل جريد كامله، ركزوا معايا بقى في الحته دي. ممكن واحد يعمل جريد كامله 360 درجه وياخد اللي هو عايز، مش يمسح. اصل الجريد خد بالك بالنسبه لي، هو انا لو حطيت خط جريد زياده في مشكله؟ هحط خط جريد وملوش اي لازمه خالص. فانا ممكن اعمل دايره كامله 360 درجه واشتغل على ثلاث ارباع دايره اللي انا عايزها واطنش الباقي، يجوز ذلك. بس انا عايز اوريها لك في موضوع الايه، الروتيشن دي. مفيش اي لمبه بتقول ان هو قايد ولا مش قايد ولا اي حاجه. خلاص بص معايا يا باشمهندس، شايف الجريد اللي هناك خالص البعيده دي؟ مش هي دي اللي انا عايزها. لو جيت خدتها وركبتها على الجزء اللي احنا عايزينه ده مش هتركب عليها، صح ولا مش صح؟ انا عايز اركب هنا. فالحل ان انا اجي هنا اقول له لوكيت سيستم اوريجين، احنا كنا دخلنا في 16 واجي اقول له لو سمحت اعمل لي روتيشن حوالين زد سالب 90. اوكي، بسم الله بسم الله. define coordinate system، نقف على ده ونقول له اوكي، ولا جاب الهوا. define coordinate systems ايه؟ يا ابني ولا حاجه، هي كانت صح. بسم الله، اصبري حاجه. اوكي، وزد وكل حاجه 100 اوكي. ايه اسف ماشي. لازم اجي من هنا يا جماعه، من تحت خالص، من على اليمين كده. بصوا تحت خالص على اليمين، شايفين جنب اليونتس، واختار. انا عملت دلوقتي يا جماعه كان في ديفاين كوردينيت سيستم سلاش جريدز، كان في عندي جلوبال ده الاصلي اللي انت شغالين من ايام ما زرعنا صح؟ عملنا سيستم جديد اللي هو سي واي سيس كوردينيت سيستم 1، كوردينيت سيستم 1 ماشي، وصفناه. هنا بقى بتقدر تبدل تحت خالص، اوريها لك اهي تحت اهي، شايفين في جنب اليونتس حاجه اسمها جلوبال، دوس على السهم اللي جنبها يجيب لك سي اس اي 1. ماشي يا جماعه، ركز معايا بس، واضحه يا باشمهندسين؟ طيب لا دي مش بتاعتنا اصلا ولا ايه ده؟ ولا بالرسم كلها ولا بالهيكل كله. عادي مفيش مشكله خالص. من قائمه خلاص يا باشمهندس، من قائمه define
كوردين سيستم سلاش جريد. تعالى نيجي هنا في الموديفاي لوكيت، نقول له دي 0 عادي. اوكي، ونخلي دي 36 دايره كامله. ماشي يا جماعه، سنه 90 كانت ظابطه معايا فمفيش مشكله. انا هعمل ايه دلوقتي؟ ركزوا معايا. الساب ده فلات سلاب، هروح جايب كويك، اقف في الاكس واي، نعمل زوم، هجيب كويك اريا وادوس هنا، عملت واحد. قبل ما اعمل ريبليكيت هاخده واقول له اساين اريا ريفيرس. بدل ما اعمل ريبليكيت وارجع انقيهم عشان اعمل لهم ريفيرس للمحور العمودي، هعمل ريفيرس من دلوقتي للمحور العمودي، واخد الراجل ده ومن قائمه اديت ريبليكيت راديال لو سمحت حوالين محور زد، حوالين محور زد عند الزيرو والزيرو عايزين 26 بزاويه 10. حد متخيل المنظر؟ حد متخيل المنظر؟ تاني، انا عملت ايه يا جماعه؟ انا حطيت عنصر واحد بس انا عارف ان العنصر الدائري اللي على الشبكه الدائريه لما بحط كويك اريا عليه بيحطها لي مقلوبه، اما الجزء المستطيل بيحطه معدول. فانا محتاج ان الجزء الدائري اللي انا اعمله دائري ان انا اعمل ريفيرس للعمودي عليه. فانا جيت اخترت العنصر ده قبل ما اعمل ريبليكيت. نعم. ايه؟ مش سامع. في الدائري بيحقل المحاور اللي تحت. يعني روح خد فلوسك منه. يبقى زي ما قلنا هنجيب من قائمة edit replicate radial نعمل 26 واحدة بزاوية 10. نراعي مراعاة مهمة جدا، نراعي ملحوظة مهمة جدا، ان انا قبل ما اعمل ان انا وانا بعمل سواء الريكتانجولار سيكشن الريكتانجولار جريد الاولانيه او الراديال جريد الثانيه سلندريكال، راعيت ان يكون في كونتينيوتي ما بين الاثنين. تلاحظ ان انا هناك عملت في جريد 2 متر كده في الاخر في الريكتانجولار صح، وجيت هنا عملت ده باثنين، ما كانش ينفع اعمل ده بواحد. يعني ما كانش ينفع اعمل هنا جريدتين كل واحد منهم 1 متر. ليه؟ لان كانت تيجي تشوف تلاقي المستطيل مع الدائري تلاقي هنا عنصر 2 متر وجنبيه عنصرين كل واحد 1 متر، ودي حاجه غلط. وصلت يا باشمهندسين؟ واضحه دي ولا اوضح تاني؟ انا لما جيت اشتغل اي حاجه تاني طبعا، لما جيت اعمل الريكتانجولار جريد راعيت ان يكون في 2 متر و2 متر خطين جريد بحيث يجي لي اريا مقاسها 2 متر في 2 متر. ولما جيت اعمل السلندريكال راعيت ان انا يكون عندي جيب لي اليمنت برضه 2 متر، ما يبقاش عنصرين كل واحد 1 متر، مش تنفع. ترجع تعمل لي مشكله الكونتينيوتي ما بين الاثنين مع بعض. وصل الشمسي؟ ما تدوسوا على طيب على ما يجي نتكلم دقيقه بسرعه. اللي في رمضان هتعوز المواعيد زي ما هي، اللي موافق على ميعاد 9 الصبح يرفع ايده. 9 الصبح اللي عايز الميعاد يدله زي ما هو يرفع ايده.
خلاص يا جماعه خلاص. كم حصه باقيين؟ للسنه 3 لا حلو. يعني هناخد حد وثلاث وخميس الشهر. حد وثلاث وخميس الشهر. حد وثلاث بيه بيه من 2003 حد وخميس كم مره يعني. بصوا معايا، بص يا باشمهندس، تعالى نخفي الجريد كده واعمل لي شرينكج والغي خالص اللوكال اكسس. ما هو الغي، شيله من هنا. شايفين المنظر حتى ظهر؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ العنصر متصل باللي جنبه والعنصر ده متصل باللي جنبه. ما يمكنش ينفع ده يبقى مقسوم نصين، حل هيبقى مش مظبوط. او ده مقسوم نصين، او واخد، عارف، حتى لو ما فيش عمود هنا وهنا، حتى لو عمود واحد كان في النص هنا، لازم اخد خط جريد هنا وخط جريد هنا، لازم. ليه يا عم الحاج؟ عشان اعمل عنصر 2 متر في 2 متر يتلاقى مع السيركولر من ناحيته ومن ناحيته. وصلت؟ الان نقدر نحفظ المسألة دي. نحمل السقف 4. اوكي، نحل على طول؟ لا، هنيجي هنا نقول له edit area divide area. تعال نشوف كده لو نص متر ونص متر هيشتغل كويس ولا هيبوظ. اوكي، هنبص نشوف هناك يا ابني بتفول من الاول. شايفين الاشكال الجميله؟ هو ده السرياليزم. فحلوها ببساطه. اختار الراجل ده، لا مش هذا خالص يعني. اختار الراجل ده ونلغي ده من القصه، وهقول له edit area edit area divide area 4 في 4 عشان تجيب لي نص متر، لان انا لا شوف هو ماله ايه اللي زعل. بي اس بريفيوس. لو كنت اخترت حاجه قبل كده وعايز تختارها تاني، تعالى نختار الاخوه دول هنقول له edit area divide area 1 2 نقول 1 في 4. بسم الله كده، بسم الله. يبقى 4 في 1. لحظة يا شمس. edit divide area 4 في 1. اوكي، ده راجل ظريف قوي، ده راجل ظريف جدا. تعال ندخل من قائمة assign the chance rule نجربها. area reverse تاني، ماشي اوكي.
في عنده مشكله في النافوخ. عادي 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 عادي، ركز معايا. لا مش عارف ايه مع الحياه ولا بتاع مع البتوع. هختار دول كده يا جماعه، اعمل لهم ديليت وهدخل في اسمع يا ابني الكلام عشان الناس ما تتعبش، عشان الجو الدنيا شمسه. coordinate system modify quick start. هاجي بقى في الراديال اقول له لا انا عايز 5 كل نص متر. ما دام انت طلعت راجل كده مش كويس، عايزين 5 كل نص متر. ليه عملنا كده؟ عشان اجي هنا اجيب كوك اريا واحط هنا كنترول زد، احط هنا او يحط فين برضو. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. طبعا احنا عملنا الراجل ده كده غلط، كان المفروض نعمل اللي تحت. فاهمين القصه؟ مفيش اي مشكله خالص. هناخد الاخوه دول وهنشوف بس اللوكال اكس بتاعهم عامل ازاي، ده يهمني طالع ولا نازل. ده راجل مظبوط طالع. طب هعمل ايه دلوقتي؟ عادي هاخد الراجل ده واقول له edit replicate radial حوالين محور زد، عايزين 9 حتت بزاوية -10. ودوس على بي اس اللي هي بريفيوس edit replicate، عايزين 7 راديال حوالين الزد 17 حتة بالزاوية -10. الآن نخفي اللوكال اكس، مش عايزينها في حاجة بقى. الآن أقدر أختار الإخوة دول وأقول له edit area divide area نص في نص. بسم الله. قرب كده يا باشمهندس. ما شاء الله. قول بسم الله ما شاء الله. هنحفظ ونحل. طبعا هي مش ديفليكشن في البلكونه دي محترم يعني. متخيلين المسافه دي 4 متر. شوف الديفليكشن. طبعا ده طلعت لفوق مش نزلت لتحت لسببين. طلعت لفوق مش نزلت تحت لسببين. اول سبب ان هي مش متحمله باحمال، يعني انا كنت حملت احمال على الريكتانجولار قبل ما احط السيركل. دي اول قصه. تاني قصه ان جنبيها باكيه 8 متر في 8 متر، فعملت ديفليكشن كبير
فطلعت دي لفوق. ماشي يا جماعه؟ طب الحل هفتح الاف وكنترول ايه من قائمه اديت، من قائمه اساين. ناس تتكلم ليه يا جماعه؟ شيل 4 ريبليس. بسم الله رنيناه. ادي فورميت شيب بقى لتحت 1 مللي، قل شويه. ماشي يا جماعه؟ طيب نقدر بسهوله جدا برضو نبدا نشوف المومنتس بتاعتنا، بس خد بالك بقى عشان ما تتوهش، M11 هنا اللي هي في اتجاه الاكس، لا حط لها حاجات اضافه القصه دي، في حين ان M11 هنا في اتجاه مين؟ الراديال. وصلت؟ الراديال. واجي اقول له عايز وريني M22 كده اللي هو في الجزء الريكتانجولار، يعني MY، وهنا الام تانجنشال. وصلت يا جماعه؟ فهمت؟ يبقى احنا النهارده خدنا حاجات بسيطه جدا جدا جدا. اخدنا لو في جزء فلات جزء سوليد، 2 ليفل، بلاطه دائريه مع بلاطه مستطيله، وبالمثل تستطيع، بص يا معايا، من قائمه ديفاين كوردينيت سيستم سلاش جريدز يبقى عندك في السقف بتاعك 5 6 كوردينيت سيستم. الحته دي محاورها لها نظام معين، الحته دي محاورها بنظام معين، الحته دي بس اهم حاجه تراعي الكونتينيوتي ما بين العناصر وبعضها. قول سؤالك يا شمس. هناخد القبه لسه، هناخد قبه وهناخد كون وهناخد خزان، واخد بالك؟ ناخدهم ان شاء الله. كل حاجه. حد عنده سؤال؟ بعد ما ناخده كده خدت الفوائد الحديث برضه على البرنامج ولا انا بس؟ احنا خدنا يا باشمهندس حوار الحديد المره اللي فاتت. طب اسال زمايلك. السلام عليكم.